ناخد لها صوره كده الاول. بصوا كده من جوه شكلها عامل ازاي. اوكي لا اكل انا قرص زي اللي بنشتريها بالظبط من الافران. هم مش عايز ياكل دلوقتي، سخنه اصلا، سخنه جدا جدا. بصوا القرص وجمالها وحلاوتها في منتهى الجمال، سهله جدا جدا، طريقه ومقادير مظبوطه جدا جدا. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه نعاير كوبايه من السمنه ونحطها تسيح على النار شويه، نحطها في الكزرونه كده ونخليها جنبنا تسيح، بس ما تغليش، تسيح بس لكن ما تغليش. الخميره، ادي الخميره انا بشيلها في التلاجة لما بكون جايبه الكميه الكبيره دي. هحط هنا اهو معلقتين من الخميره، وهحط معاها سكر معلقه، ودي عندي ميه دافيه اهي هنحطها على الخميره ونسيبهم كده على جنب يشتغلوا. ونجيب هنا الطبق ونفتح فيه هنا اهو، ده كيلو دقيق. على الدقيق هنحط رشه ملح خفيفه، وعندي هنا نص كوبايه من السمسم المحمص نحطهم مع بعض. وادي السمنه سخنت بس ما قدحتش، مجرد بس اني سيحتها شويه. وعندي كمان نص كوبايه زيت، وهبتدي بقى ابس الدقيق بالسمنه والزيت. انا ما حطيتش اي حاجه لسه، الخميره جنبي بتشتغل اهي، شايفينها اهي، الخميره شغاله اهي. دلوقتي بس اخلص بس الدقيق بالسمنه والزيت وهحطها. بصوا بقى شكل الدقيق متشرب ازاي بالماده الدهنيه اللي هي السمنه والزيت. بصوا شايفين منظره عامل ازاي، لازم يبقى عامل كده. تعالوا بقى نحط الخميره. بصوا الخميره ما شاء الله اشتغلت جنبي وبقت جميله، وانا حاسه ان كميتها كبيره جدا، فانا مش هقدر احطها كلها، عشان لو حطيتها كلها ما بيبقاش صح. هناخد نصها كده اهو ونعجن. دلوقتي بنعجن احنا وندخل كل الدقيق مع الخميره اللي حطيناها. انتوا شايفينها ناشفه حبه، ما احنا لسه بقى هنحط اللبن الرايب. هنجيب دلوقتي اللبن الرايب. دلوقتي بقى بعد ما اتشربت كل الخميره في الدقيق، عندي هنا اللبن الرايب طلعته من التلاجة، ده حوالي الاول كوبايه. هبتدي اعجن بيها، وبعدين هحكم بقى اشوف العجين اخباره ايه ومحتاج مني زياده ولا لا. كل ده بيبقى حسب ايه، حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستعمله، كل دقيق مختلف عن التاني. نحط بقيه الكوبايه ونعجن. العجن بالايدين احسن حاجه عشان تديكوا فكره عن العجينه وقوامها ومحتاجه ايه. دلوقتي وانتوا بتعجنوا هتحسوا ان العجينه لمت شويه معاكم بس لسه ناشفه. اما يحصل كده يبقى معناه ان احنا محتاجين نص كوبايه حاجه. انا برشح ان احنا نحط نص كوبايه من اللبن، عليهم حبه كريمه لباني صغيرين. كريمه بقى هتطري القرص بشكل مش طبيعي وهتخليها حلوه قوي. يا دوبك معلقه بس كده اهو مع نص كوبايه اللبن دي، ونكمل بقى عجن بيها. ما تنسوش هنحط فانيليا كمان. عايزه اوريكم العجينه قبل ما نحط. بصوا هي تبان انها ناعمه، لكن انتوا لو بصيتوا لها كويس هتلاقوها مشققه لسه. بصوا تحسوا انها لسه محتاجه سائل كمان لسه في ايديكم. بصوا ناشفه، لسه ناشفه، لسه ما وصلتش لدرجه الطريان الكامل. هي تبان انها لمت كده وانها حلوه، لكن هي لو انتوا بصيتوا لها من قريب تحسوا انها، بصوا السطح بتاعها عامل ازاي، محتاجه شويه سائل. وادي هنا هنحط شويه اللبن اللي بالكريمه ونعجن كده. هنحطهم برضو معلقتين بمعلقتين، مش هنحط مره واحده. ما تحطوش ابدا السائل على اي عجينه مره واحده، دايما خليكم بالراحه، عشان ممكن جدا نوع الدقيق يختلف من حد لحد، درجه حراره المطبخ، الرطوبه، حاجات كتيره، عوامل كتيره جدا بتاثر في الدقيق. بصوا بقى انا حاسه انها طريه وحلوه وكل حاجه، بس برضو ايه، طمعانه في شويه طراوه اكتر، فهحط برضو اخر حبه. وامري لله واتكالي على الله وربنا يسهل وربنا يستر. لا ان شاء الله ربنا هيستر وهتبقى حلوه دلوقتي جدا. يا سلطان استنى شويه يا سلطان، اوريك بقى لما تخلص القرص يبقى شكلها ايه. بصوا بقى، بصوا بقى العجينه وجمالها وحلاوتها وطراوتها، حاجه كده ملبن ملبن ملبن.
هتتساب بقى طبعا دلوقتي عشان تخمر، ونرجع بعد ساعة عشان نقرصها مع بعض. طبعا بتتساب في حتة دافية، مش قادرة احكي لكم جمالها، مش قادرة احكي لكم جمالها. والخميرة بدأت تشتغل والجلوتين بدأ يشتغل، واخر حلاوة. ساعة كمان ونرجع. حبيت اوريكم بس العجين من شكله عامل ازاي. بصوا عامل ازاي العجين، بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، تحفة 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 ما شاء الله، الله اكبر. رجعنا تاني بعد ساعة، استحميت، خدت دش ولبست كده وسرحت شعري. وبصوا بقى منظر العجينة، بصوا ما شاء الله، بصوا حلوة ازاي، بصوا عاملة ازاي، بصوا ما شاء الله، ريحتها تهبل، ريحة السمنة البلدي الجميلة. تعالوا بقى نبتدي نقرصها مع بعض. انا مبسوطة بالعجينة جدا جدا، عايزة اخد لها صورة الاول كده، استنى خد لها صورة كده الاول. ما شاء الله. يلا تعالوا بقى نقرصها سوا. طبعا الوقت ده بيبقى لطيف ان احنا نجمع بقى الناس اللي موجودين في العيله، اللي موجودين في البيت، لو موجودين، مش موجودين هنقرص لوحدنا، نفتح التلفزيون او نسمع قران او نسمع اغاني او اي حاجه تحبوها. يلا تعالوا بقى ايه، ساعدوني. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، عجينه جميله جميله، هتطلع قرص تحفه. بصوا المنظر، كوره كده زي كوره البينج بونج كده، وهنبططها كده اهو. طبعا حجم زي ما انتوا عايزين، بس طبعا خلوا في اعتباركم انها لسه هتخمر كمان. حلو كده اهو، زي الكحكايه كده. هنحطها في الصينيه، الصينيه مدهونه، وهكذا هخلص كل المقدار بالشكل ده. هسيب مسافه ما بين كل واحده والتانيه عشان هيخمروا، وطبعا لما هيخمروا المره التانيه هياخدوا وقت، هنسيبهم كمان ساعه. بس طبعا لما بنسيبهم في حته دافيه، ما بيجيلهاش تيارات هواء. ودلوقتي طبعا احنا ممكن نخرمهم، ممكن نخرمهم بعدين لما يخمروا، عشان دلوقتي لو خرمناهم بالشوكه، لو عملنا دلوقتي الخروم دي كده، لما نيجي بعد كده يخمروا الخروم دي هتختفي. فانا هرجع تاني اعيد عليهم بعد كده. هخلص بقى كل المقدار وارجع لكم تاني. ما شاء الله، الله اكبر، عملنا صاجين ونص اهو. بصوا ما شاء الله، كميه حلوه والله اهي، صاجين ونص. وهنسيبهم دلوقتي ساعه علشان يخمروا براحتهم خالص. دلوقتي بعد مرور حوالي ساعة ونص تقريبا، عشان كنا بنحضر غدا. دلوقتي ما شاء الله خمروا ونفشوا وبقوا حلوين ازاي. هنيجي بقى كده بالشوكة ونروح نخرم 3 أخرام بالشكل ده كده. الفرن سخن، هيدخل الفرن مش هيقعد كتير، الكتير قوي 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 تلت ساعة، ربع ساعة. الفرن يكون درجة حرارته 200. أحسن إن احنا نخرم بعد التخمير مش قبل، عشان الخروم دي مش هتبان. يلا ندخلهم الفرن دلوقتي هنحط ال2 صاج مع بعض عشان نخلص. فهحط واحد هنا كده اهو، وهحط واحد هنا اهو. والصغير بقى يا اما احطه في الفرن الصغير، يا اما استنى لما دول يطلعوا كده اهو. تمام. وادي القرص اهي طلعت. بصوا شكلهم حلو ازاي، بصوا منظرهم، بصوا في منتهى الجمال. ريحتهم بقى رائعه رائعه رائعه، تحفه تحفه تحفه. سلطان كمان عجبه، مش انت عاجبك يا سلطان القرص؟ بص بص بص، تجنن تجنن تجنن. بصوا الجمال، بصوا بصوا طريه ازاي وحلوه. بصوا بقى من جوه، بصوا حلوه ازاي. الله 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 على القرص وجمالها. بصوا من جوه تجنن. بلاش اوكي، لا اكل انا. رائعه رائعه. هي حاجه كده ما بين الباتيه، ما بين الكحك، ما بين الفينو، حاجه في النص كده. القوام بتاعها مش طري قوي، لكن كمان مش ناشف زي البسكوت. رهيبه رهيبه. دي طبعا ممكن تشيلوها في الفريزر وتطلعوا منها تسخنوها، سناك لذيذه مع الفطار الصبح للولاد، او مع العشاء، او مع حتتين جبنه في نص اليوم لو جعانين. رائعه رائعه، وصفه مظبوطه ومقادير مضمونه جدا جدا. يلا بقى.